كان مرة سيدنا رسول الله بيخيط حاجة كده، والدنيا حر مفيش تكييفات بقى، فالعرق نازل كده على وشه، وشه منور. فالسيدة عائشة وهي قاعدة بتقول له: لو رأى الشعراء وجهك لنظموا فيه شعرا. قالت: فنظر إلي وقال: يا عائشة والله ما كافأتك مثلما كافأتيني. وقام وقبلني بين عينيه. حاجة يعني في منتهى الجمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. صباح الفل، صباح النور، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح يوم جديد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. هنا كده بقى اليوم ده انا كنت صاحية فيه متأخر جدا ومش لاحقة اعمل حاجة. طب هنعمل ايه؟ هنفطر ايه؟ فين؟ هنتلم كلنا بقى كده ونروح نفطر في مائدة رحمن ولا نعمل ايه؟ يا نهار ابيض علينا وعلى اللي هيحصل النهارده. طبعا الرجاله والعيال بيبقى خلقهم ضيق في رمضان، وتلاقيهم بيقول لك ايه، انت لسه ما عملتيش، انت عامله اكل ايه النهارده، مش عارف ايه. طبعا دي حوارات في البيوت المصريه كلها وانتوا عارفين. المهم بقى هنا فايده اما تكون الواحده الست مشغله مخها وعارفه هتعمل ايه من بالليل، او بتبقى مطلعه حاجتها بعد السحور كده، تفك بقى بعد صلاه الفجر كده، تصحى تلاقي حاجتها فكت وتبدا تشتغل على طول. كده ما تضيعش وقت منها ولا من يومها. صلي الفجر كده، اتسحري وشطبي مطبخك على بيات قبل ما تنامي، وصلي الفجر كده، وقومي مطلعه بقى الحاجه اللي انت هتطبخيها ايه بكره ان شاء الله، نعيشنا وان كان لنا عمر. تمام. كده بقى بتوفري على نفسك كل حاجه. المهم اليوم ده هما بقالهم فترة العيال ولادي طالبين مني كفتة. ماما احنا عايزين كفتة، عايزين ناكل بعيش، مش عايزين ناكل حاجة فيها رز. قلت لهم تمام. عايزين ايه؟ قالوا لي عايزين كفتة. فهم كانوا طالبينها بقالي كام يوم. فجيت بقى في اليوم ده بعد ما خلصت كل ورايا بالليل بقى وداخله انام، لقيت ايه، قمت مطلعه من عندي لحمه من الفريزر تفك. وبرضو لما تنزلي تجيبي حاجة، جيبي برضو حاجة جنب حاجة. يعني لو هتجيبي مثلا النهاردة لحمة، هاتي برضو جنبها كيس لحمة تاني. يسعفك كده في يوم تكوني صاحية متأخر مش فاضية تنزلي تجيبي. ده لو طبعا ما بتجيبيش حاجة الأسبوع على بعضها أو حاجة الشهر على بعضها زي ناس كتير ما بتعمل. ما بجيبش أنا حاجة الشهر على بعضها كتير كده. تمام. المهم هنا اللحمة كانت جايباها مفرومة وجاهزة، وطلعتها تفك كده بالليل. وصحيت الصبح بقى تاني يوم بقى لقيتها فكت كده وتمام. فضيتها بقى في طبق. انا عندي هنا كيلو من اللحمة، فرمت عليه بصلتين كبار او 3 وسط، وتبلته بملح وفلفل اسمر كمون، بهارات كفتة الحاتي، شوية صغيرين خالص من القرفة، وفص ثوم واحد. تمام كده تمام. وقلبي كل الحاجات دي في بعض ودخليها بقى التلاجة وغطيها كده، تاخد شوية في التلاجة عما تكون ايه، تاخد وتدي كده مع بعضها بشكل ودي، اللي هو تشرب من التتبيلة والبهارات اللي انت حطاها، وتكون انت عملت اي حاجة تانية. وجيت بقى عايزين بابا غنوج بقى ظبطهم بقى كأننا عاملين اكل بره بقى احلى من المطاعم ولا ايه ده. المهم هنا غسلت البتنجان زي ما انتوا شايفين كده وحطيته على البوتاجاز يتشوى من فوق. اوعي تغلطي غلطتي وتخرمي البتنجان. انا نسيت ان انا احطه على البوتاجاز. انا لما باجي احطه في الفرن بخرمه، فانا نسيت ان انا احطه على البوتاجاز وخرمته. وعينكم ما تشوف الا النور. وشكل البوتاجاز كان عامل ازاي، كل الميه اللي في البتنجان وشوي والدنيا بقت ما يعلم بها الا ربنا. يلا ما هنعمل ايه، ما علينا. المهم عايزه بقى تعمليه انت في الكبه، اعمليه. عايزه تعمليه بايد الهون كده اللي هي المدقه بتاعه التوم دي كده وتفركيه جامد كده براحتك. انا حبيت اعمله ناعم قوي فحطيته في الكبه. حطيت البتنجان اللي معايا وحطيت كوبايه زبادي، ده زبادي بيتي انا بعمله في البيت. حطيت كوبايه كامله وحطيت فصين من التوم وعصره نص ليمونه، بس انا ما خدتهاش كامله لان الليمون ده كان من الليمون الكبير قوي ومليان ميه، اللي هو الليمونتين تقريبا او الثلاث ليمونات نص كيلو، كبير قوي. المهم والمفروض احط شويه كزبره، ما كانش عندي. خدت ورقتين من الشبت بس كده، ما خدتش العيدان، يدوا منظر يدوا نكهه في البابا غنوج وخلاص. وشويه من الخل محترمين. وظبطي بقى ملح فلفل اسمر كمون، وظبطي دنيتك وشغلي كبتك. ويلا اجري 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 اجري. واقفه مستنيه ايه؟ ما انت صاحيه متاخر لسه، عايزه تصلي فرض ربنا وعايزه تعملي اكلك وتعملي عصير ووراكي الدنيا تانية. تمام. عرفت بقول لكم اجروا ليه. لو أول مرة تشوفي القناة من خلال الفيديو ده، ما تنسوش تشتركوا فيها يا بنات عشان تكبر بيكم إن شاء الله. وما تبخلوش عليا بلايك لو وصلتوا معايا لحد هنا. واكتبوا لي بقى تعليق حلو كده زيكم أو سلبي مش مشكلة، المهم إن أنا أشوف رأيكم وأعرف المتابعين الجداد برضو وتعليقاتهم ورأيهم في القناة. تمام كده تمام. ده شكل
ده شكله بعد ما خلصت وحطيت طحينه كمان يا بنات. انا نسيت باين ان انا اقول ان انا حطيت طحينه، لا وحطيت شويه طحينه. نجيب بقى شويه اطباق بيضه النهارده ونظبطهم كده. المهم زي ما انتم شايفين كده، فضيتهم في طبقين، وهاجي بقى بمعلقه صغيره كده اظبط الوش كده، وبعدين ابدا اعمل شكل كده زي فحره كده بالمعلقه عشان اظبط شكله. تمام. المفروض ان انا احط كمان شويه زيت. قسمت شويه الزيت اللي هحطهم ازاي: معلقتين في الكبه تمشي كده الكبه، ويبقى البابا غنوج فيه زيت، وعملت فحره كده اعمل بها شكل بقى ده. يا سلام لو شويه زيت زيتون، بس انا ما عنديش زيت زيتون. وتقوم حاطه شويه زيت زيتون كده تدي منظر كده زي ما انت شايفه كده. يعني بصي بقى، طالما هتظبطيهم ما تبخليش عليهم، ظبطي بكل اللي تقدري تظبطيه على قد امكانياتك كده وعلى قد ظروف بيتك كده. شويه حاجات خفيفه كده بتلاقي الاكل شكله جميل قوي. شفتوا بقى؟ شويه شطه بقى يكسروا اللون كده. مش عايزه تحطي انت شطه ممكن تحطي بابريكا حمرا كده. إيه لو مش عايزه تحطي شطه تدي منظر وتكسر اللون. عندك فلفل الوان ممكن تزوقي الطبق من بره كده بشويه فلفل الوان. طبعا اصلا في الوقت ده لما اللحمه كانت بتتعمل كانت في التلاجة، ولما كان البتنجان على النار بيتشوى انا ما وقفتش، لا انا عملت حاجات تانية. رحت مثلا روقت السراير اللي كنا نايمين عليها، ستفت حاجة، كان عندي غسالة على الحبل مثلا اشتلت وصليت. اللي هو اصلا من ساعة ما صحيت انا ما قعدتش، بقيت تجري هنا يمين وتجري هنا شمال عشان تلحقي تخلصي. والحمد لله خلصت والاكل استوى وكل حاجة كان طعمها جميل. ساعة الفطار لازما كده تبقي مستفة في دماغك هتعملي ايه، ومجهزة حاجتك من بالليل. المهم جيت هنا اجيب العصيان اللي هي بتاعت الشيش طاووق، ما لقيتهاش. العيال بتبقى تاخدها تلعب بيها، ولقيتهم ما فيش ولا واحده، ومخلصينهم. معرفش والله هم ايه اللي حشرهم في حاجه المطبخ وبياخدوها، بس يلا ما علينا، كل العيال كده. جبت قلم من بتاعهم وغسلته حلو، وقلت لهم خلاص انا هاخد القلم ده ليا خالص. وعملت عليه الكفته زي ما انتم شايفين كده. وكبري الكفته بقى شويه لانها هتخس، فانا مكبره الصباع على قد ما اقدر لانه بيشوفوا هخس تاني. ليه بقى؟ مش عشان هي فيها نسبة دهن، لان انا ولا حطيت بيكنج باودر ولا حطيت الحاجات اللي الناس بتحطها على اللحمة عشان ما تنزل، يعني حجمها ما ينزلش. انا هاكلها في البيت فمش عايزة فيها اي حاجة ايه، يعني مش في مطعم مثلا عشان هي ما تنزلش منه، ما تخسش اللحمة منه ويبقى شكلها صغير. فيضطر يحط لها شوية خلطات وشوية حاجات كده عشان هي ما تخسش. وفي ناس بتحط لها بيكنج باودر عشان تنفش كده وما تخسش. لا انا ما حطيتش اي حاجه زي ما انتم شايفين كده، سبتها طبيعيه. فطبعا نزلت نزله محترمه مش مشكله يعني. المهم ان يبقى طعمها حلو وخلاص. هتعملي ايه تاني؟ نعمل بقى شويه طحينه، اللي ياكل بابا غنوج ياكل واللي ياكل طحينه ياكل. المهم ان احنا نظبطهم كده ونحسسهم ان الاكل معمول بحب. أكلة طلبوها لازم أن تعمليها بحب. وبرضه جبت طبق أبيض، قلت لأ أكلهم النهاردة كله في طبق، في أطباق بيضة كده نفتح نفسهم على الأكل. المهم الطحينة هنا ما كانتش عايزة تنزل، هي موجود شوية محترمين كده بس مش عارفة لازقة في القاع عليه. وقمت جايبة بقى بالشوكة كده، ويلا مشي حالك. الطحينة بالطريقة العادية خالص، ما كانش عندي بقى زبادي ولا حليب، كانت آخر كوباية زبادي أنا حطيتها في البابا غنوج، فخلاص عملت بالمية. مش عيب يعني ولا حرام، يلا مشي حالك كده. ورقتين برضو من الشبت صغيرين خالص كده يدوا شكل للطحينة كده، ونعمي نعمي على قد ما تقدري. ظبطي اكلك، المطاعم مش احسن منك. انتي بصي بدماغك ده تخليهم يحبوا اكل البيت ويقولوا لك اعملي لنا انت يا ماما. ربنا يا رب يدي الصحة لكل ست بيت كده يا رب، واقفة كده وتعبانة في مطبخها وفي بيتها عشان ترضي ولادها، وبتحاول آه، بتحاول تفنن وتغير في الأكل، وبتحاول تشغل مخها في وسط الغلا اللي احنا فيه والدنيا اللي بقت ولع نار ديت، عشان برضو ترضي جميع الأطراف. اللي هو ازاي توفر في ميزانية بيتها، وازاي ترضي ولادها وتجيب لهم كل حاجة حلوة، وازاي تخليهم شبعانين واكلين كل حاجة تمام. ويعين كل أب يا رب. يعني ما ننساش برضو رجالتنا يا جماعة في الدعاء كده، برضو هم برضو بيبقوا تعبانين ومن الشغل طول اليوم ومن كل حاجة. المهم هنا بقى كده قلت اعمل لهم شويه بقى سلطه، شويه طماطم شويه خيار كده. وفي الاول خالص كنت عماله احاول اقطع الخيار قلب، من كام يوم كنت عامله لهم سلطه وعملتها قلب. عملت الخيار قلب كان شكلها جميل قوي. فالنهارده جيت اعملها مش راضيه تظبط معايا ليه مش عارف. هل انا عاملاها غلط؟ مش عارفه. هفتكر برضو الطريقه التانية وابقى ايه اعملها تاني معاكم. المهم قطعت الطماطم بالطول كده، لان لما بقطعها حلقان كده بتبقى كبيره يعني.
وهي بيبقى شكلها حلو بس بتبقى كبيرة مش بنعرف تحطيها في بقك على مرة واحدة. فالمهم بقى قمت جاية مقطعة كده كام طماطمية كام خيارية وظبطت الدنيا. ظبطي بيتك وظبطي أكلك على قد الموجود عندك. تمام. بس اعملي انت شوية حاجات بقى بإيدك تخلي شكل الأكل حلو. طبق يكون انت مثلا ما استخدمتوش من زمان يغير شكل الأكل. شوية فلفل، يعني أنا ما عملتش حاجة، شوية طماطم وشوية خيار وفلفل عملت لهم سلطة. بتنجانة مشوية عملوا طبق كمان. شوية طحينة عملوا طبق كمان كده، فاهميني؟ يعني من ما فيش، من كيلو لحمة. كنت هتعمليه بأي أكل ظبط الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وبعدت بقى، أنا بحب العيش ده موت، الكوماج او القنابير او مش عارفه بتقولوا عليه ايه، البكاكين. انا بحبها قوي، وفي ناس بتحب العيش التاني كده، فجبت لهنا وجبت لهنا، كل اللي عايز حاجه ياكلها. تمام. خلاص بقى الكفته هنا كانت خلاص، وكنت شاويه بقى ايه، حطيت معاهم كده قرن فلفل من اللي هو المشطشط ده، انا كان نفسي اكله قوي بصراحه، طلع مولع وكان جميل قوي. وعملت فحميه بقى، طلعت على عين البوتاجاز فحمايه كده محترمه، وقمت جايه حطاها في طبق وحطيتها في وسط الصينيه. وحطيت عليها شوية زيت، طفتها بالزيت يعني. وغطي بقى كويس جدا وكولي احلى كفتة. جايبينها دي من عندي الحات دي ولا ايه؟ ايه رأيكم يا بنات؟ هنا بقى هم قالوا عايزين يشربوا عصير بس مش عايزين تمر. عملت انا ليا كوبايه تمر محترمه بقى كده مظبطاه باللبن كده، وفقراسيا ومشمشيه وتين وتفاح وموز وتمر. بصوا انا بحبها كده قوي، لو بالميه مش بحبه كده زي ما بيبقى بالحليب. وعملت لهم هم شويه عصير مانجا بقى، روقت عليهم كده. وطلعت بقى شويه زيتون برضو كده من اللي كنا عاملينه، خلاص الزيتون بيقول لي مع السلامه بيشطب. بقول له طب كمل رمضان معانا حتى، يا رب يكمل رمضان. انا ما بحبش اكل مخلات تانية في رمضان الا زيتون. وكان عندي بقى جرجير كده زي ما انتم شايفين، جوزي بيجيبوا لي ساعه قبل الاذان بحاجه بسيطه، وافضل واقفه اغسله. مش عارفه ايه الرجاله دي اللي غاويه تتعب حريمها قبل الاذان بس. المهم غسلته، وادي شكل الكفته بتاعتنا. بألف هنا وشفا للي أكل، وبألف هنا وشفا اللي هيجربها. وده كان شكل سفرتي النهاردة. يا رب أكون الفيديو خفيف ولطيف عليكم. اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. دمتم بخير دايما. بصوا بقى يا بنات، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك عشان عيلتنا تكبر بيكم. وطالبة كمان منكم تشيروه مع أصحابكم على أي حاجة على السوشيال ميديا.